فاول قاعده معانا هي never use two words when one will do، ودي معناها ان انت طالما تقدر توصل فكرتك او اللي انت عايز تقوله في دماغك بكلمه واحده او باقل عدد من الكلمات، يبقى ما تزودش في الكلام. في كود بتقول I didn't have the time to write you a short letter so I wrote you a long one، ودي معناها ان انا ما كانش عندي وقت ان انا اكتب لك رساله قصيره فكتبت لك رساله طويله. مين بقى اللي قالها؟ فدي مختلفين عليها، بس الفكره ان المعنى وصل لك. لان خد بالك برضو من حاجه، كل ما يكون كلامك اقل وبتختاره بعنايه اكتر، كل ما صوتك هيوصل اكتر وكلمتك هيبقى ليها وزن اكتر. فخد على الاقل 3 ثواني من وقتك قبل ما تتكلم فكر في اللي هتقوله. القاعده رقم 2 بقى هي never skip a workout 2 days in a row، ودي معناها ان انت ما تفوتش التمرين بتاعك او الجيم اللي انت بتروحه يومين ورا بعض. يعني مثلا لو حصل ظرف ما خلاكش انت تروح الجيم امبارح او رحت تتمرن امبارح، ما ينفعش يعدي عليك النهارده من غير ما تروح. ودي اسمها قاعده اليومين، ودي بقى ممكن ابقى اعمل فيديو عليها وقت تاني. بس بقى اللي عايز اقوله لك فعلا ان قاعده شبه دي انت ممكن تطبقها على اي حاجه في حياتك. ممكن تبقى بقى المذاكره، ممكن تبقى الشغل، ممكن اي عاده انت متعود تعملها ما تعديش يومين ورا بعض الا ما تعملها مهما كانت بسيطه، ان شاء الله حتى لو تغسل سنانك. وفي كتابه اتوميك هابت جيمس كلير حتى قال لك ان انت لو فوتت عاده متعود ان انت تعملها كل يوم، لو فوتها يومين ورا بعض فانت كده بدات تخلق عاده جديده وهي الاهمال. عايز اقول لك ان في بعض القواعد كده لازم تلتزم بيها في حياتك، واللي انا متاكد مليون في الميه والله ان هي هتساعدك بطريقه انت مش متخيلها، سواء بقى كان في حياتك العمليه او في حياتك الشخصيه. وزي ما انت شايف دي 7 قواعد ساعدتني ان انا اغير حياتي حرفيا بطريقه انا ما كنتش متخيلها لحد دلوقتي. انا كده لحد دلوقتي قلت لك 2، بس عايز اقول لك ان كلهم اهم من بعض. وبالنسبه لي لو انت ما طلعتش من الفيديو دوت غير بواحده بس تمشي بيها طول حياتك، انا كده مرضي جدا. والقاعده رقم 3 هي it's better to be an hour early than a minute late، ودي معناها ان انت ايا كان الميعاد اللي انت رايحه، الاحسن والافضل ان انت توصل المكان دوت بدري ساعه على ان انت تروح دقيقه واحده حتى متاخر. لان الفكره ان ده ليه عقبتين. عايز اقول لك ان انا وانا في الكليه كنت متعود طول عمري ان انا لازم اوصل برده المحاضرات بتاعتي متاخر، بتفق مثلا مع اصحابي على ميعاد برده لازم اوصل متاخر، لحد ما عملت مع نفسي وقفه وانا متاخر ليه؟ وبدات ابص بقى على اللي انا بعمله قبل ما انزل اي مشوار، لقيت ان لو سكه الكليه لوحدها تاخد مني 30 دقيقه رايح، فانا مش بنزل قبلها، لا انا ببدا البس وابدا اجهز نفسي في ال 30 دقيقه ديت. طب الصح ايه؟ الصح ان انت تعمل حساب كل حاجه انت بتعملها قبل ما تنزل. يعني بتلبس في قد ايه؟ بتلاقي مواصلاتك في قد ايه؟ السكه لوحدها رايح تاخد وقت قد ايه؟ هتقول لي معاك عربيه؟ بتلاقي باركين في قد ايه؟ وعايز اقول لك ان ده مش للكليه بس، ده لاي حاجه انت مدي فيها ميعاد، وتحسبا لاي حاجه ممكن تحصل معاك او في المواصلات، يستحسن ان الوقت دوت تضربه في 2، لان زي ما قلت لك دوت ليه عقبتين. اول واحده من الناحيه البروفيشنال فانت بتبين قد ايه انت مش بتاع الشغل، انما بقى من الناحيه الشخصيه فانت قليل الذوق. رقم 4 بقى هي يو ار ذا كابتن. عايزك تقتنع بحاجه، ان انت دلوقتي كبرت وبالتالي انت مسؤول عن حياتك 200%. لان مشكله شباب كتير جدا اللي هو متعود طول حياته من اول ما اتولد اللي هو يتوجه، بدايه بقى من اختيار الكليه بتاعته والكارير بتاعه لحد اختيار شريك حياته اللي حرفيا هيكمل معاه طول حياته. وخد بالك انا متفهم جدا حته ان احنا في بيئه فاميلي اورينتد اكتر او مرتبطين باهلنا، ودي حاجه كويسه على فكره، بس برضه مش منطقي ان انت مثلا تخش كليه زي طب مثلا او هندسه لمجرد ان اهلهم نفسهم يشوفوك دكتور او مهندس. هيجي عليك وقت هتندم على قرارات كتيره جدا انت خدتها لمجرد بس ان انت ترضي اهلك او ترضي الناس اللي حواليك، وغالبا بتبقى على حساب نفسك ومستقبلك. فحاول انت ما تاخدش اي قرار انت مش مقتنع بيه 100%. ونقطه رقم 5 ودي واحده من الحاجات المهمه جدا واللي انا ساعات كنت بقع فيها هي دونت رش. يعني ما تستعجلش على النتائج في اي حاجه بقى، سواء بقى انت كنت بتتعلمها او بتشتغلها. عايز اقول لك ان انا عندي واحد صاحبي حرفيا كان لسه يعني بيكلمني من فتره ان هو محبط بطريقه انت مش متخيلها. ليه بقى؟ بيوريني ديزاين لواحد بقاله اكتر من 10 سنين في المجال، ومتضايق جدا ان هو ما طلعش ديزاين او حاجه بنفس الكواليتي بتاعت الشخص اللي بقاله 10 سنين في المجال ده. انت عارف بقى الفكره في ايه؟ ان صاحبي ده حرفيا ما كملش 3 شهور لسه وعايز يبقى شبه واحد بقاله 10 سنين في المجال. وخد بالك ان دي غلطه ناس كتير جدا بتقع فيها، انا واحد منها. ليه بقى؟ يعني كنت مثلا اروح جيم جديد الاقي نفسي اللي هو ايه ده، وانا ليه مش شبه الناس اللي بقالها 3 سنين بتتمرن ديت؟ وهو متضايق قوي مع اني حرفيا لسه ما كملتش الشهر. فعادي كلنا بنقع فيها، بنقارن نفسنا مع الناس ادت لنفسها الوقت والمجهود الكافي اللي هم يوصلوا للمرحله اللي انت شايفها اصلا لحد دلوقتي، وعايزين نبقى زيهم واحسن منهم كمان خلال 3 شهور. وده غلط. ادي نفسك الوقت الكافي والمجهود الكافي عشان توصل للمرحله ديت، والوحيد اللي المفروض تقارن نفسك بيه هو انت. رقم 6 ودي انا متاكد ان انت مش هتبقى مركز فيها قوي، وهي express your feelings. عبر عن مشاعرك اكتر، عبر بقى عن مشاعرك لاهلك، اخواتك، صحابك، كل الناس اللي حواليك. يعني قول لاهلك وصحابك ان انت بتحبهم، ولو وحشينك قول لهم ان انتوا وحشيني. والفكره ان انت ما تسمعش الصوت اللي جواك اللي بيقول لك طب اكيد هم عارفين. في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني احب فلانا في الله، قال فاخبرته؟ قال لا، قال فاخبره. يعني لو انت عندك حد انت حاسس فعلا ان انت بتحبه، مفيش مشكله ان انت من وقت للتاني تعبر له عن دوت وبالكلام، مش لازم دايما يبقى فاهم ده لوحده او عارف ده لوحده. وفي حاجه بقى لو انت مسافر او بتدرس بره مثلا، فحاول ان انت تقولها لهم في نص الكلام، مش تتصل تقول لهم على طول انا بحبكم، لان دي حاجه ممكن تخضهم. وده على فكره راجع لان هم مش متعودين يسمعوا منك
الكلمه شبه ديت، فبالتالي ممكن يفتكروا ان انت ناوي تعمل في نفسك حاجه او انت واقع في مشكله. رقم 7، ودي تعتبر كده اخر نقطه معانا، ودي واحده من النقط على فكره اللي انا كنت واحد من الناس قعدت وقت كتير جدا لحد ما الحمد لله قعدت اغيرها في نفسي، وهي move before you are motivated. يعني ايه؟ يعني مش لازم ان انت تبقى عندك الحافز او الحماسه الكافيه عشان تبدا الحاجه، لان في مسكنسبشن او اختلاط عند ناس كتير جدا هو ان انا لازم ابقى متحفز عشان ابدا الحاجه ديت، وعايز اقول لك ان ده العكس تماما. انت تبدا الحاجه الاول وبعد كده الحماس او التحفيز اللي انت تكمل هيجي لك لوحده مجرد ما انت تبدا. زق نفسك على اول خطوه وبعد كده هتلاقي نفسك انت اتبنى عندك زي كده تقول مومنتم، حاجه تخليك تبدا تعمل تاني خطوه وثالث خطوه ورابع خطوه، وهتتفاجئ في اخر القعده تلاقي نفسك انت عندك الحافز ان انت تكمل وما توقفش على اللي انت كنت بتعمله. يعني من الاخر الموضوع كله يتلخص في ان انت تعرف تزق نفسك عشان تقوم تعمل اول خطوه، لان ناس كتير جدا ضيعت حرفيا نص عمرها مستنيه الحافز اللي يخليها تبدا اي حاجه، سواء بقى اللي هي تروح الجيم، تبدا بيزنس جديد، او تبدا تلعب رياضه. هتلاقي نفسك قليل جدا لما تبدا تعمل حاجه وتستمر عليها. وعلى فكره دي ليها اكتر من طريقه تخليك تعرف تبدا اول خطوه ازاي، ودي ان شاء الله ممكن اعملها لكم فيديو. كده الحمد لله يبقى احنا خلصنا الحلقه بتاعت النهارده. لو انت حاسس ان انت استفدت ولو باي واحده منهم ابعتها لاقرب الناس ليك، يمكن لعل وعسى هو يستفاد برضه زيه زيك. ما تنساش تتفرج على الحلقات اللي جايه اللي انا متاكد ان في منهم حاجه هتفيدك، واشوفك ان شاء الله الفيديو اللي جاي.